السلام عليكم، ازيك يا عم الناس؟ وانا قاعد بتفرج كده يا عم الناس على برنامج من البرامج الرياضية اللي بتفضل بالساعات تجيب من الشمال وتجيب من اليمين وتصريحات غريبة شرق وغرب وشمال وجنوب، بس من وسط الساعات دي لقطت نص دقيقة. اسمع التصريح ده كده. أنا بطرح سؤال، والسؤال ده هطرحه طوال الأسبوع على كل ضيوفي، وبتبنى هذا الاقتراح، بنتبناه من خلال برنامج الأهلي، ومحدش يزايد عليه ولا حد يتريق عليه. بجد الزمالك في محنة، الزمالك في محنة كبيرة جدا ما حصلتش في تاريخه. هل ممكن النادي الأهلي يقف جنب نادي الزمالك بجد، والنادي الأهلي يضرب مثل تاريخي؟ الكابتن مهيب بيقترح على نادي الاهلي يقف جنب نادي الزمالك ويضرب مثل تاريخي انه وقف جنب نادي الزمالك، قصدي اللي وقف جنب المنافس التقليدي. بالذمة ده كلام؟ ما تنساش يرجع لنا زيزو يا كابتن مهيب، وامام عاشور وبن شرقي وكهربا يا كابتن مهيب. ما تنساش تقول له هو بنتايج وصل ولا لسه يا كابتن مهيب، عشان لو وصل يجي مع اللعيبه ديت يا كابتن مهيب، وقول له يحود على اتحاد الكوره يشوف لسه اللي بيوزع فلوس هو اللي بيوزع بطولات ولا خلاص يا كابتن مهيب، وبالمره يعدي على منظومه التحكيم ولجنه المسابقات، قول لهم الزمالك مصري والعدل اتطبق ولا لسه يا كابتن مهيب. وما تنساش الاهلي يتوسط لنا في الارض اللي ملكنا اللي ورقها سليم وفي الاخر ياخدها مننا يا كابتن مهيب. ما هو الحق مش عليك وعلى كلامك يا كابتن مهيب، الحق على مجلس البؤساء البلداء السماسرة اللي بدل ما يكونوا امناء وقادرين على تعظيمه يوصلوا تحت 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 لتقزيمه يا كابتن مهيب.